احلى زمالك في الدنيا، وانت لازم تجيب لنا جلطه. صلي على النبي عليه عشان انا تعبت بصراحه. الماتش ماشي حلو والدنيا جميله والحياه لذيذه جدا جدا جدا. لازم تجيب جلطه لواحد، لازم توقع لك اتنين في المباراه يا زمالك. ما ينفعش تعدي ماتش عادي جدا وهم رايحين في داهيه، واخد بالك انت؟ هنتكلم بس انت لازم تجيب له واحد فينا. الماتش كان حلو ولذيذ والحياه حلوه وفرحانين وبيتي فور وكحك وبتنجان وكلنا كل حاجه في الدنيا. انت ليه يا باشا بتعقدها في اخر؟ ليه بتوقف قلب الواحد؟ انت مشترك في صيدليه طب فبتوزع علاج، يعني انت بتكسب من ورا منه. نعدي واخد بالك باشا، احنا اسياد افريقيا يا باشا. خلاص يا باشا اللي عدى خش على بعض. مين في افريقيا غيرنا بيمثل مصر غير منتخب مصر والزمالك؟ واخد بالك؟ ابو ثلاثه طلع، ابو ثلاثه سيبك، هنخش حلقه نار وربنا محضر لك واحده بالكريمه. انا النهارده هروق عليك، تروق عليا، سبسكرايب لايك، روق عليا. خش يا معلمي ايه، نبدا بنادينا وهننهي بجمهور الصفا جمهور الزمالك، وهنتكلم على البيانات. واخد بالك الدنيا بتولع هناك في حريقه هناك، هشوف الحريقه اللي هناك. نخش الاول على التشكيل بتاعنا، نصلي على النبي. واخد بالك انت؟ في حراسه المرمى صبحي شاف الدنيا حلوه والحياه جميله، قال لك لا مش هينفع. انا في فكره في دماغي هتموتني والله العظيم. انا عارف ان انا هبدا اشك فيك. اسمع مني يا برنس، موبايل، برامج، ها انت فاهمني وانا فاهمك. انت بترجع لها ليه؟ وبعدين انت وقت بتتفرج زينا، هي صعبه مش سهله، بس اللي هو ايه يعني، اقف يعني تعالى كده شويه. كنت ممكن تجيبها اللي هو شايطها من منشيه. واخد بالك انت؟ صبحي في حراسه المرمى. نخش على حوده بنتايج. حوده بنتايج عامل ماتش جامد بصراحه، يعني الماتش كان جميل جدا لحد الجون. حوده بنتايج عامل ماتش جامد. خش على اخونا حس برضه عامل مباراه يعني الى حد ما كويسه. سمعه مروق علينا برضه عامل. معايا انت؟ حمو ابراهيم ولا باك يمين مقطع نفسه طلع نزل. حمو ابراهيم عامل ماتش قاتل. الولا شحاته برضه عامل ماتش كويس. الولا توحه برضه عامل ماتش كويس. عبده السعيد مروق 40 سنه، هيعمل ايه تاني؟ عايزين منه ايه تاني؟ الدباغ ماتش حلو برضه، الولا جاب جون مروق على حاله. ناصر منسي، اخوان قلبنا. ده الحته اللي ده الجرينتا بتاعتنا، ده الراجل اللي احنا ماشيين بخيره. واخد بالك انت ايه؟ ده اللي بيروق وبيدلع علينا. خش يا معلمي ايه مجريات المباراه. المباراه حصل فيها ايه غير الكارثه اللي في الاخر؟ طوفان يا باشا زملكاوي. طوفان يا باشا، عارف انت بنهاجم بكله، فاضل الجون يطلع يهاجم. كل يا باشا بيروحوا يا باشا يلا جون، يلا يا جدعان عاوزين يجيبوا جون ياما، عايزين نروق علينا. بس الزمالك عكرنا في الاخر. نخش يا معلمي ايه واحده واحده. اخونا حس راح جايب جون اول، قلت بس خلاص الماتش ده في ستايه، في سبعايه، في شيلين على الاقل. واخد بالك انت؟ اول كام دقيقه كده جونين. خش في عدي الجون، جبنا الجون الاول. عضيه الدباغ راح جاي مضيق وراح جاي ظارفنا جون بعد ما في 23. عضيه في 20 جاب روق عليك يعني، بس غلطه وصلحها. زي غلطه ولا تبان عليك. واخد بالك انت؟ نخش بقى ايه على جمهور الزمالك. ناس خليفه الصفوه دي خليها في الاخر. الكريمه يا باشا بتتحط في الاخر التورتايه كده. جمهورنا احنا الصفوه ولا خش. واخد بالك انت؟ فرصه خطيره جدا، عرضتين المنحوس منحوس، عرضتين في كوره واحده. حوده بنتايج ومش عارف ورا منه حطها عرضتين، ما بتحصلش. هي عرضه واحده كفايه. احنا عندنا كزمالك لازم يجيب عرضتين. ده اوفر بينزل عرض عليها عرض هديه. لحد ده 45 انذارات. انذارات يا باشا، يعني بعد الدقيقه 25 انذارات يا باشا. لحد ده خمسه كله باخد انذار انذار انذار, إنذار. مروقين علينا انذارات. واخد بالك انت؟ عدينا الشوط الاول حلو بمر بدلعه. شوط يا باشا شوط عالمي 2-0 مروق على حالك. نخش بقى الشوط الثاني تراجع مش عارف ليه، مع انهم يعني على قدهم خالص. واخد بالك انت؟ بس انا مش عارف احنا تراجعنا ليه. واخد بالك انت؟ نخش يا معلم ايه ناصر في الدقيقه 52 بدانا نفوق شويه، تقريبا حد صحانا من النوم بدانا نفوق شويه. خش اخونا عدي الدباغ راح جاي برده مضيع في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 60 برده. شوط تاني هو شوط مقرف، هو شوط مقرف. واخد بالك انت؟ شويه تبديلات بقى، شويه تبديلات ايه في الحبلص كده. خروج فتوح، نزول اخويا ادم كادر راح جاي. واخد بالك انت؟ نازل برضه مروق على حاله. خروج عبد الله ونزول ربيع راجل 40 سنه كتر خير الدنيا. واخد بالك انت؟ شويه ايه حاجات في الحبلص كده. خش على ايه على التغييرات اللي بعد منها. خروج منسي كان مريح النهارده. ونزول مين؟ نزول الجزيري هنتكلم برضه هنقيم. واخد بالك انت؟ خروج خوان الفرده اللي حيلتنا، ونزول شريف الفرده اللي مش حيلتنا. واخد بالك انت؟ ايه تاني يا باشا؟ هدف ملوش لازمه في الدقيقه 75 بهدل لنا الدنيا. هنتكلم على صبحي بما يرضي الله. واخد بالك انت؟ اخونا صفر راح جاي برضه نازل، راح جاي مضيع انفراد برضه مروق على حاله. بعد منه الكابتن عمر جابر نزل بدل حمو ابراهيم. واخد بالك انت؟ نزل. انا بحبك يا كابتن عمر بس كفايه كده. الجاريه بطيئه يا كابتن، مش انت سبب الجون، انت باك يمين مالكش دعوه بالموضوع. بس انت بقى ايه
معايا انت؟ خش بقى ايه في متطلبات لنا كزملكاويه. انا كراجل زملكاوي ليا متطلبات يا باشا، انا بمثل مصر، فانا يا باشا محتاج ايه شويه ايه مساعدات خارجيه داخليه، محتاج شويه مساعدات، انا روق عليا يا باشا. مساعدات ومتطلبات نادي الزمالك. خش يا ابني الورقه اللي بعدها، واخد بالك انت؟ اللهم صل عليك يا نبي. خش بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز يا باشا تاجل لي 6 ماتشات بتوعي يا باشا افريقيا يا باشا. طلب تاني طلب، احنا محتاجين نطفي الحريقه اللي هناك، لان الدنيا بايظه عندهم هناك خالص. النادي الاهلي يا باشا خلاص الدنيا في الحبلص خالص، بيخبطوا وبيدغدغوا في بعض، وفي بيانات هقول لك دافعين الدين بيان من بما يرضي الله، مطلعين بيان عارف انت حاجه تضحك. واخد بالك انت؟ تاجلوا مباراه، دي اول حاجه. واخد بالك انت؟ اللعيبه اللي عندنا تاخد فلوسها، تصرفوا. دي متطلبات ايه اللعيبه اللي عندنا تتراضى وتاخد فلوس. لازم كل لعيب ياخد ايه فلوس عشان انت معايا وانا معاك، انت فاهمني انا فاهمك. ليه يا باشا؟ ليه احنا اللعيبه عندنا بتتراضى؟ احنا اللعيبه ما بتاخدش فلوس، احنا اللعيبه عندنا بتتراضى بنراضيها، يعني جزء من هنا على جزء من هنا والدنيا بتمشي. واخد بالك انت؟ فاحنا محتاجين اللعيبه تاخد فلوس عشان لعيبتنا بتتراضى ما بتاخدش فلوسها. الحاجه ام ناصر منسي تزود شويه في الدعاء، في شويه دعاء ناقصين يا حاجه، يا حاجه بالله عليكي مسي علينا شويه، لان شويه في الدعاء ناقصين. روقينا الايام المفترجه اللي جايه دي، روقي علينا. نخش بقى يا باشا شويه تقييمات ايه في الحبلص كده، حاجات بسيطه، كله بيقيم ما كانش على عبد الغلبان لله. واخد بالك انت؟ خش صبحي واحد وبطل برامج، بطل برامج. حوده بنتايج 9، حوده بنتايج على ماتش جامد. كابتن حس 8، كابتن سمعه 8، حمو ابراهيم باريزه. حمو ابراهيم لازم ياخد باريزه، ولا مأدي بصراحه بيفكر نفسه بما يرضي الله. شحاته 7، اخويا توحه برضو ايه طلع بدري عشان ياخد انذار، والحكم كان حاطه في دماغه ياخد 7. واخد بالك انت؟ عبده السعيد 9. واخد بالك انت؟ اخويا عداي 7 عشان الجون اللي جابه ضيع ايامه قوي. ناصر منسي شيلن، والحاجه ظبطنا شويه. واخد بالك انت؟ اخوان قلبنا انا بحبه 8، انا بحبه ما اعرفش، انا الراجل ده انا بحبه يعني حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. اخويا ادم نزل 3، اداش برضو الاداء المطلوب منه. اخونا ربيعه شيلن. واخد بالك انت؟ خش على اخويا الجزيري 3 مهاجم 10 جون، ما حصلتش في تاريخ الكون. ده ايه ده انا بقول سجع. هو ياخد 3 كمهاجم و10 كجون، يعني ما حدش فاهم حاجه طبعا، اللي هو كان وقف جون في اخر دقايق، فدي كنافه يعني. واخد بالك انت؟ اخويا شريف بالرضا، انا شايف ان هو بالرضا او اسمع مني والله. انت متضايق من حد؟ شيكو بانزا ما لعبش بس انا مش بحبه 0، انا ما بحبوش، دي حاجه ترجع لي. واخد بالك انت؟ ترجع لي انا. واخد بالك انت؟ خش بقى على ايه شويه تفاصيل في الديتيلز. شوف الحريقه اللي هناك دي ايه نظامها ايه يا باشا. واخد بالك انت؟ امبارح نادي الاهلي العجب واخد 3 على عينه يا باشا، 3 جامدين قوي. الاهلي قبل منها اصلا راح جاي طالع من فريق درجه ثانيه في كاس مصر، قال محدش واخد باله، الاعلام محدش شايف حاجه، اعلامنا اعلام يعني سيكا مضلل كده، حاجه بالروح يعني. ما عندوش مشكله خالص الاهلي يحصل له، ما بيشوفش الاهلي، بيشوف بس الزمالك لو عنده مشكله باش كسر دغدغ لكن الاهلي ما بيشوفش. فالاهلي راح جاي طالع من كاس مصر من فريق درجه ثانيه، محدش خد بالك. لا يا باشا مالناش دعوه بالكلام ده، كاعلام مفيش حد يفتح بقه، احنا عشان بس ايه ناكل عيش فكل واحد يتدار. هوب النادي الاهلي راح جاي خسران 1 فين يا باشا؟ في تونس في سوسه. واخد بالك انت؟ قال لك لا مفيش، الاهلي هيعوض هنا 9، هيكسب هنا 13، راح جاي واكل 3 بالراحه. ده انا اتفرج على الماتش امبارح جنب ملي اصدقائي الاهلاويه. واخد بالك انت؟ وجنب مني طبعا اصدقائي الزملكاويه بما يرضي الله. كلنا كنا فرحانين كزملكاويه ما اقدرش اكذب طبعا، والاهلاويه طبعا كانوا زعلانين وبيبصوا لنا كده اللي هو ايه، هو برضه فرق يعني قدرات، لا هو فرق قدرات ليهم، هم معاهم فلوس كتير. واخد بالك انت؟ صفقاته الاهلي جاب صفقات اعلانيه. يعني ايه يا ابو علي صفقات اعلانيه؟ صفقات اعلانيه بتجيب فلوس اعلان، يعني زيزو بيجري بس. واخد بالك؟ صفقه اعلانيه. بن شرقي صفقه اعلانيه. تريزيجيه صفقه انا مش فاهم بصراحه هي اعلانيه ولا مش اعلانيه، اللي هو كان بيلعب في الاهلي، بس دي مش عارف اترجمها لحد دلوقتي بصراحه، مش عارف الاهلاويه جابوه ليه برضه، دي يعني انا مش فاهمها لحد دلوقتي. فصفقه ما حدش فاهمها غير اللي جابها. واخد بالك انت؟ اللي جابها دي مش شتيمه، اللي جابها فعلا يعني اللي جاب الصفقه فهو اكيد فاهم ان الكابتن تريزيجيه مفيد للنادي وبيقبض بالدولار. الاهلي عنده 9 لعيبه محترفين بيقبضهم بالدولار. فين الرقابه؟ بما يرضي الله ابن عم انت اخويا، فين الرقابه؟ فين اللي بيقول للاهلي ما ينفعش تعمل كده؟ فين اللي بيقول للاهلي الفلوس دي بتوديها فين؟ مفيش الكلام ده. احنا باشا مش لاقيين ناكل، احنا باشا على الدغري وعلى السخان، الدنيا دوبك على القد زي ما قلت لك، احنا بنراضي اللعيبه مش بنقبضها. اللعيب بيتراضى، واخد بالك انت؟ في اخر اليوم كده ايه بنجمع مع بعض، واخد صندوق حلو كده ونوزع ايه اللي طلع، كل واحد ياخد ايه حقه. لكن انت بالصلاه على النبي يا باشا فلوس تلاقي، دعم اعلامي تلاقي، دعم مادي تلاقي. احنا لازم ندعم الاهلي. تدعمه يا عم انت زملكاوي؟ طبعا لازم الله، احنا عايزين منافس لينا، ما انا لا مؤاخذه مش هنافس في الدوري لوحدي.
ما انا لازم برضه منافسين. بيراميدز طالع برضه، لا انا برضه عايز منافسين ليا برضه، ما لازم الاهلي برضه ايه، واخد بالك انت ايه، يعني اللي بيدعم الاهلي ماديا انا موجود، انا موجود، روق عليا روق عليا عشان اروق عليكم يبقى في منافسه. ما انا كده يا باشا هنافس نفسي والدوري، واخد بالك انت ايه. نخش بقى ايه على بيان النادي الاهلي، تعالى كده انت المؤاخذه، بيان النادي الاهلي، خش على واحد بيان يا باشا بالكريمه، خد بالك انت. عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بس يا باشا، والسيد ياسين منصور نائب الرئيس بس، خلاص يا باشا، والكابتن سيد عبد الحفيظ، خد بالك انت الثلاثه ايه اتجمعوا، جابوا لنا ايه، جابوا لنا واحد بيان كده: لدينا اخطاء فنيه، واخد بالك انت، واداريه ندركها، واخد بالك انت، وتداعياتها، لكن علاجها القاطع يجري تجهيزه بين قوسين، يجري تجهيزه، مش عارف ادوا ناس ايه بالرجل كتير، واخد بالك، يحتاج الى فتره فاصله وبعد الوقت ليكون على النحو الامثل. تاني حاجه واخد بالك انت، هناك العديد من القرارات تم اتخاذها بشان قطاع الكوره، واخد بالك انت، تم اتخاذها اللي هم هيروقوا ناس، واخد بالك انت، منها العاجل سيتم الاعلان عنه، يعني الفتره الجايه دي هننطر كام واحد كده ايه، والباقي ايه على فترات متباعده، واخد بالك انت. خش بقى اعاده تقييم وهيكله قطاع الكوره. هو يا باشا قال لك انا هد وابني والكلام ده سيبك منه، الكلام ده هجص، احنا هنشوف المعلن هيعمل ايه وبعد كده نمشي عليه. سجع، اقسم بالله سجع، واخد بالك انت. وبعدين كده ايه، مدي واحده اعضاء جماهير الاهلي ظهره وسند النادي، بيمعجن وبيمحر وبيدهم بالرله، واخد بالك انت. وهم يتقدمون الصفوف دوما، هم في الاول تحس انت بتسمع بتقرا البيان ده تن 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 تن، عارف انت، تحس انه بيان ايه، بيان حرب مش بيان، واخد بالك انت. هم سندا عن ازمه، ونحن دورهم جامد وبتاع ومش عارف ايه، والنصر اخلاصهم حاجات ايه في الحبلص كده، حاجات على البويز. نختمها مسك بجمهور الصفوه التيفا يا باشا. احنا بنعمل دخله فارس بيحارب، هو اقسم بالله فارس بيحارب. احنا ما حلتناش غير جمهورنا، وحياه رب مفيش يا باشا. احنا احنا مثال للشخص اللي هو بيقع وبيقوم، بيقع وبيقوم. احنا الحياه يا باشا. الزمالك حياه دي اقسم بالله ما اتقالت هباء، هي اتقالت بجد. انا حياه، انا بمثل الحياه اللي هو بتقع وبتنزل والدنيا بتبقى ايه رايحه شويه وجايه شوية. انا باشا الحياه، واخد بالك انت. جمهور صفوتنا يركز شويه، واخد بالك انت. بوش يا باشا انا عجبني قوي بعد ما صبحي خربها. جمهور يا باشا هيج يا باشا ويدعم بصراحه نقول كده، ونقول لازم نقول كل حاجه. لو الجمهور برضو عنده غلطات هنقول برضو الجمهور ما كانش ينفع يعمل كده. لا بصراحه الدفعه والبوش الاخيره دي خلت اللعيبه واثقه، مفيش كوره هتروح للجزيري، مع انه في كوره راحت له طلع، قلت لك هو ادى اداء عالمي جدا بالبوكس، واخد بالك انت. ده الواحد باليد كده راح جاي مطلع، كان ايه، كابتن حسام كان يعمل كارثه، بس ربنا عدى على خير الحمد لله، عشان احنا غلابه، احنا غلابه جدا، واخد بالك انت. فعايزين نركز شويه مع بعضينا وكزملكاويه، خد بالك انت. بص يا باشا فريق عشان يطلع لقدام اكتر، صفوتنا صفوه الصفوه، تركز مع نفسها، سيبك من المنافس اصلا في عنده حريقه، يعني يا رب تبدا، عايزين نكب عليها بنزين عشان تكمل، واخد بالك انت، عشان احنا لو طفيناها هيفوقنا، واخد بالك انت. نركز مع بعض، سبسكرايب، لايك، تفعيل الجرس. سلام عليكم.